في صيف 96 كانت الجزائر تعيش واحدة من أكثر مراحل العنف دموية، وكان الصحفيون والعاملون في وسائل الإعلام يواجهون خطرا حقيقيا، إذ وثقت لجنة حماية الصحفيين أن الجزائر أصبحت آنذاك من أخطر الأماكن في العالم على الصحفيين، وأن عشرات العاملين في الإعلام قتلوا منذ بداية موجة الاغتيالات سنة 93. وفي وسط هذا المناخ كان محمد قصاب يعمل في إذاعة راديو كوران التابعة للإذاعة الوطنية الجزائرية، وكان يبلغ من العمر 34 عاما وفق القصاصة الصحفية التي تحتفظ بها عائلة الصحفي ناظم مكبل. وكان متزوجا وأبا ل3 أطفال، أكبرهم ابنة تبلغ من العمر 11 عاما. في صباح 12 أغسطس 1996 ببوزريعة كان محمد قصاب داخل سيارة رفقة شقيقيه في أعالي العاصمة. كانت السيارة تسير في محيط بوزريعة، وتحديدا في المنطقة بوسكول على الطريق الرابط بين بوزريعة وباينام، وفجأة ظهر 3 مسلحين. فتح المهاجمون النار على السيارة بأسلحة آلية. لم تكن النتيجة اغتيال شخص واحد، محمد قصاب قتل في الهجوم، أما شقيقه وكان شرطيا فقتل هو الآخر في المكان، والشقيق الثالث نجا من الموت لكنه أصيب بجروح بالغة ونقل إلى المستشفى حيث بقي تحت المراقبة الطبية. وتؤكد لجنة حماية الصحفيين أن محمد قصاب قتل أثناء وجوده في السيارة مع شقيقيه، وأن أحد الشقيقين قتل أيضا بينما أصيب الآخر بجروح خطيرة. الضحايا كانوا في سيارة، ويعتقد أنهم كانوا يغادرون منزل العائلة عندما تعرضوا لإطلاق النار. في شهادة تم نقلها من أحد تلاميذه السابقين بإكمالية بوزريعة لاي، كان مدرس رياضيات فيها، يقول إنه كان يسمع صوت إطلاق النار من منزله في ذلك اليوم، وبعد حوالي 20 دقيقة علم أن الضحية هو أستاذه نفسه، والذي كان يقدم لهم دروسا إضافية بين 12 و1 ظهرا. تضع محمد قصاب ضمن سلسلة طويلة من الصحفيين والعاملين في الإعلام الذين قتلوا في الجزائر خلال التسعينات. وتشير القصاصة إلى أن الأسرة الصحفية كانت قد فقدت قبل ذلك عددا كبيرا من أفرادها، وتربط هذه الجريمة بسلسلة اغتيالات الصحفيين التي بدأت منذ اغتيال طاهر جاوت سنة 1993. كما تذكر أن جثمان محمد قصاب وشقيقه دفن في اليوم التالي في مقبرة بوزريعة. والمفارقة الأكثر قسوة، محمد قصاب كان يعمل في إذاعة القرآن الكريم، أي أن صوته كان يصل إلى الناس عبر برنامج ديني في مؤسسة إعلامية وطنية، وكان في الوقت نفسه أبا ل3 أطفال وأستاذ رياضيات يتذكره تلاميذه، وأخا خرج في ذلك الصباح برفقة شقيقيه. وفي دقائق قليلة انتهت حياة صحفي، وقتل شرطي، وأصيب أخ ثالث، وتركت عائلة كاملة تواجه الفاجعة. واليوم عندما نبحث عن محمد قصاب نجد اسمه في قوائم ضحايا الصحفيين في الجزائر وفي أرشيفات حقوقية وصحفية، لكننا لا نجد بالسهولة نفسها تفاصيل حياته اليومية أو تسجيلاته أو صوته أو شهادات تلاميذه. وهنا تصبح الصورة التي بين أيدينا أكثر من مجرد صورة قديمة، إنها دليل على أن وراء الاسم الموجود في قائمة الضحايا إنسانا عاش وعمل وعلم وتزوج وأنجب، وكان له طلاب وشقيقان وعائلة تنتظره، ثم رحل في صباح واحد. كان واحدا من الأصوات التي سلبت من الجزائر في سنوات كان فيها مجرد العمل في الإعلام قد يتحول إلى خطر على الحياة. رحم الله محمد قصاب وشقيقه الشرطي، ورحم جميع ضحايا العشرية السوداء.